ألف مرحبا وأحلى أوقاتك معنا. نقدم لكم اليوم حلا سهل وسريع ولذيذ. المكونات: 1 ظرف دريم ويب، كاسة حليب، 3 ملاعق بودرة، بسكويت بدون نكهة، وقشطة. وطبعا نحتاج صينية لنضع فيها المكونات. الخطوة الأولى: ناخذ البسكوت ونغمسه في الحليب. والخطوة الثانية: ناخذ ظرف دريم ويب نخلطه مع الحليب البودرة والقشطة، ونخلط المكونات. والآن أصبح الخليط جاهز لنضعه فوق طبقة البسكوت. والآن نضع الطبقة الثانية من البسكوت. ونضع طبقة ثانية من الخليط. ونضعه في الفريزر لمدة ساعة. وبعد مرور ساعة نطلع الحلا من الفريزر ونزينه بالكيت كات. كذا انتهينا، ونتمنى تكون الطريقة كانت سهلة عليكم، وبالعافية عليكم.